انا حاليا واقف على بحيره متجمده زي ما انتم شايفين. ازيكم؟ قررت اعمل فيديو جميل وظريف النهارده عن ظاهره غريبه بتحصل هنا في كندا، وبتحصل بس في فصل الشتاء، وازاي الناس بتتعامل معاها. انا حاليا واقف على بحيره متجمده زي ما انتم شايفين. ايوه، ما تخافش، امان. المياه المتجمده هنا في كندا بتوصل لسمك 100 سنتيمتر، يعني تقريبا متر، والرقم ده طبعا بيختلف حسب انت في الشمال ولا في الجنوب ولا في انهي منطقه في كندا. وطبعا الرقم ده كفيل ان هو يحمل سيارات بوزن 2 طن. لما درجه الحراره بتتدنى لمستويات تحت الصفر، البحيرات كلها بتتجمد. تخيل كندا فيها اكتر من 780 الف بحيره، وده بيخليها الدوله رقم 1 في العالم في عدد البحيرات. اغلبهم بيتجمدوا زي ما انتم شايفين. طبعا الناس اللي بيهتموا بالتزلج والهوايات الشتويه بيستنوا الوقت ده من السنه، كل سنه، علشان يمارسوا هوايتهم المفضله. من النشاطات الجميلة الممتعة جدا كمان هنا في الشتاء هي الصيد على البحيرات المجمدة. رحنا بحيرة صغيرة في اتجاه الشمال، سمك التلج فيها 7 انش. 7 انش يعني تقريبا احنا بنتكلم في 14 سنتي. طبعا امان جدا. طبعا ما نسيتش اجيب معايا اهم حاجة هي السنو جريبس، ودي اهم حاجة عشان طبعا ما تتزحلقش على التلج وتبقى ليلتك سودة. رياضة الصيد على الجليد هي رياضة مرتبطة بالسكان الأصليين لكندا، وكانوا بيستخدموا الرماح مكان الصنارة. رياضة تتطلب صبر عالي جدا وتحمل لدرجات الحرارة المنخفضة، عشان كده الناس بتجيب خيامهم معاهم عشان تحميهم من الرياح. والطريف إن جوه الخيم دي بيكون في دفايات عشان تدفيهم. جيت في بالي فكرة كده ظريفة ممكن نعملها مع بعض. ده ثيرمال مج فيه مية سخنة بتغلي. تعال نجرب كده نرميه على التلج ونشوف ايه اللي هيحصل. زي ما انتم شايفين مفيش اي حاجه، حطينا الميه السخنه على التلج ومفيش حاجه حصلت، ومش هيحصل حاجه لان التلج سميك جدا لدرجه ما تقلقش. طيب في واحد بيسال، هي الشمس دي مش بتسيح البحيره؟ في الحقيقه لا، لان الشمس هنا عامله زي لمبه الثلاجه، ملهاش اي تاثير على الجو. شتاء كندا طويل حبتين، لكن لو حبيت تستمتع بيه هتلاقي هوايات كتير جدا. من المقولات اللي سمعتها مؤخرا في حياتي واثرت فيا: إن لم تستطع التأقلم فمت. كان معاكم حسام عادل. أرجو الفيديو يكون عجبكم، ونشوفكم في فيديوهات تانية.